لقيت برواز لقيت برواز على سطح العمارة قديم، وفيه صورة ما بعرفش الصورة دي لمين، لشاب يدوب ماهوش زايد عن ال20. أكيد كان شاب زين جدا لأنه وسيم، ملامحه تقول ده متعلم معاه شهادات، في وقت ما كانوا يتعارفوا بتوع التعليم. تلاقي الشاب من دولت في لبسه أنيق، مسرح شعره وملمس عليه بكريم، نضيف اللبس ومهندم عليه طربوش، وجسمه وقور ومظهر ده انه ماشي رزين. لا تسمع منه صوت عالي لما يجي يقول، ولا تلقاه بيتصاحب مع الصياعين. كتابه في ايده، ونحب ان يسمع شيء بيفتح راديو وبيسمع له فيه ايتين. ولو فنان وبيحب الفنون تلقاه بيسمع لحن بيسلطن، كلامه سمين. ولو يوم قلبه دق الحب بنت يبان عليه الحب لما تشوفها فايت عليه. ولو يوم قلبه دق الحب بنت يبان عليه الحب لما تشوفها فايت عليه. تقولش يا اخويا شاف حورية من الجنات وعرقان، زي ما تقول ان شاتي عليه. يحب بكل ما يملك من الاحساس، لكن لسانه متلجم بكلمة عيب. دي زي اختي، وانا راجل وليا اخوات بنات واعرف بنات الناس طريقها منين. هو يقول كده، دي زي اختي، وانا راجل وليا اخوات بنات واعرف بنات الناس طريقها منين. مسكت الصورة في البرواز مسكت الصورة في البرواز وبمسح فيه، وبضرب عيني في الشارع لقيت ماشيين شباب من حينا، لكن يا محترمين ملوش من وصف صورتنا ولا بملي. ملوش من وصف صورتنا ولا بملين. بحس بإيدي خديني، لقيت العين بتب بحرقة وتقول اللي مسؤول مين. سؤال وإجابته برجوها من القراء. قولولنا شبابنا ليه أتفه من السابقين. قولولنا شبابنا ليه أتفه من السابقين.